زي المشاهدين من داخل مركز الابداع، ولنا هذا اللقاء مع دكتور عرب أبو زيد وكيل وزاره التربيه والتعليم بالاسكندريه. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بكم، كل عام وحضراتكم بخير ان شاء الله، ومصر بخير يا رب. كل سنه وحضرتك طيب يا دكتور. حضرتك بخير يا فندم. كلمنا بقى عن ثوره 30 يونيو وتمثل لحضرتك ايه؟ طبعا يعني ثوره 30 يونيو هي يعني ليس تاريخ يذكر ولا يوم يذكر، ولكن هي نقله نوعيه بالنسبه لمصر، اعادت لمصر كرامتها وهيبتها، اعادت مصر المختطفه من ايدي يعني الفئه هم الاقليه، هم اللي حبوا ياخدوا تستولوا على البلد. طبعا لكن يعني بفضل القياده السياسيه وجيش مصر وشرطه مصر وقضاء مصر وشعب مصر العريق اللي هو دائما يعني مصر نقول تمرض ولا تموت. مصر بكل مؤسساتها بكل قوتها عادت إلينا بالفعل مرة ثانية، وفي ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله الجمهورية الجديدة ما تشهده الآن من نقلة نوعية في كافة القطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والبنية التحتية على الأرض، والجيش المصري وقوته، واللي بالفعل احنا يعني سعداء وفخورين بانه مصر عادت الى احضان مصر مره اخرى. هو فعلا مصر رجعت لاولادها ورجعت لابنائها من جديد. حضرتك يا فندم بتقول ايه للشعب المصري وبانتصاره بالثوره ثوره 30 يونيو والثوره الجميله دي، وتقول لهم ايه في المناسبه دي؟ طبعا الثوره مستمره، لانه احنا في تحديات كثيره، في ضغوط، في مؤامرات خارجيه وداخليه، فلا بد ان تكون الثوره مستمره، لا بد ان يكون الشعب المصري متماسك، يكون على قلب رجل واحد يكمل ما بدأوا. احنا محتاجين نكمل الجميل ونكمل كمان ما بدأه فخامة الرئيس من بناء وتعمير وتشييد وعودة لقوة مصر مرة أخرى، فلا بد أن تكون الثورة يعني مستمرة ويكون المصريون جميعا ثورة إيجابية أكيد للشعب المصري. طبعا الثورة الإيجابية في البناء والتعمير، ثورة الإصلاح والتنمية والبناء يعني والوقوف خلف مؤسسات الدولة، جيشها وشرطتها وقضائها وكل المؤسسات حتى يكتمل البناء وتكون مصر قد الدنيا زي ما بيقول فخامة الرئيس. ان شاء الله يا فندم. كلمة حابب تقولها بقى للشعب المصري في المناسبة الجميلة دي، وحابب تقولها للقادة السياسيين بالمناسبة دي؟ كل عام والشعب المصري بخير وأمن وأمان وسلام ورائدة دائما مصر بإذن الله في ظل قيادة واعية قادت مصر إلى بر الأمان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا يا فندم، واحنا بنهنيك بالمناسبة الجميلة دي، وكل سنة وحضرتك طيب، وشكرا جزيلا على هذا اللقاء. كل عام وحضراتكم بخير ومصر بخير وأمن وأمان إن شاء الله. شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع دكتور عرب أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، نشكره على هذا اللقاء ولقاءات جديدة وبرنامجكم صورة مصرية. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا.